طيب ان شاء الله انا دي عدنا تسجيل الجزئيه دي يا دكتور، لان طلع المايك ما كانش موجود. بص احنا هنتعلم النهارده موضوع زي الاول. مهم ان انت تعرف التكافؤات دي، ان انا عندي الاتش تكافؤها احادي، يعني بتعمل رابطة واحده. الاو بتعمل اتنين رابطه، معناها كده ان هي ثنائيه. اما الان يا اولاد ثلاثيه، يعني بتعمل ثلاث روابط. اما السي بتعمل اربع روابط. دي تتعلمها الاول، وانا حفظتك التسميه، ولكن تعال نراجع عليها عشان اتاكد ان انت ايه، ان انت لا انت فعلا حفظت الاسامي زي ما قلت لك كويس. طيب. طيب بص، اللهم صل على سيدنا محمد. هنراجع الاسامي بس ايه سريعا كده، سريعا سريعا. ماشي. بص احنا الاول المره اللي فاتت، تعرف الميزه اللي هتلاقيها عندنا في الفيديوز ايه، خصوصا فيديوز الحل، يعني هي التكرار، ان انا بقعد اكرر لك وبقول لك الحاجه من اصلها كتير كتير. احنا قلنا المره اللي فاتت كان عندنا الكان اللي هو وصفته سي ان اتش 2 ان زائد 2، وعندنا الكين اللي هو سي ان اتش 2 ان، وعندنا الالكين اللي هو سي ان اتش 2 ان ناقص 2. دي في الفيديو اللي فات عشان ما اقعدش اعيد وازيد فيه. قلنا لو هو سي واحده ده هيبقى سي اتش 4 خلاص، وقلنا ده ليه اسم اسمه ميثان. لو سي واحده مثل. اما ده مفيش، مش ليه؟ لان الالكين اصلا يا اولاد برابطه واحده باي، فمنطقي مش هينفع اعمل سي واحده برابطه باي. برضه نفس الكلام في الالكاين. ليه؟ لان هيبقى في الالكاين فيه اتنين رابطه باي، فبالتالي ما ينفعش احط سي واحده و... ويبقى فيها رابطه تريبل، رابطه ثلاثيه. اما لو هي سي 2 ده عادي، يبقى اضرب في 2 زود 2 يبقى اتش كام؟ اتش 6. اضرب في 2 واسكت 4. اضرب في 2 واطرح 2 يبقى سي 2 اتش 2. ده اسمه بقى ايه؟ ايثان، لان جاي على كربونتين اس. انا حفظتك الاسامي بقى، احفظها بقى. مس اس بروب بيوت بنت هكس هيفت اوكت نون ديك. ايثان ده يبقى اسمه ايه؟ ايثين. ها، ده يبقى اسمه ايثاين. سهل خالص اقسم بالله. طيب بسيطه يا جدعان. طيب بسم الله. طيب لو جينا ناخد مثلا ايه شويه دولت. تمام. ايثان ايثين ايثاين. كمل انت بقى. ها، بروبان بروباين. بنتان بنت، بعد البروبان بقى بيوتان بيوتان بيوتين بيوتاين، وهكذا. يبقى ده سي 3 اتش كام؟ هتلاقي اتش 8. هتلاقي ده سي 3 اتش 6 اضرب في 2. هتلاقي ده سي 3 اتش كام؟ اتش 4، وهكذا وهكذا وهكذا. يبقى ده بروبان، وده بروبين، وده ايه يا اولاد؟ بروباين. طيب دلوقتي خلاص بقى انا هكتب الالكان وخلاص، لان الالكان هو اول درس واول عيله. فده اكتر حاجه تهمني يعني. فانا هنكمل الاسامي بتاعته خلاص. يبقى انا عندي سي 4، بعد كده اتش اضرب في 2 زود 2 اتش 10. سي 5 اضرب في 2 زود 2 يبقى 12. سي 6 ها اتش كام؟ ها اتش 14. تمام. بعد كده هيبقى عندنا ايه بعد السي 6؟ ها سي 7 اتش كام؟ ها سي 7 اتش اضرب في 2 وزود 2 16. سي 8 اتش 18. خدت بالك؟ سي 9 اتش كام؟ اتش 20 اضرب في 2 زود 2. سي 10 اتش ها 22. تعال نكتب اساميهم بقى. ها بيوتان. ممتاز. ها بنتان لانه سي 5. ها 6 هكس يبقى هكسان. طب 7، 7 هبت يبقى اسمه هبتان. طب سي 8 ها أوكت أوكتان. ولو ألكين أوكتين. هكذا بقى، هبتان هبتين هبتاين أوكتان أوكتين أوكتاين نونان وهكذا. تمام. نونان. وده إيه؟ دي كان. طيب احنا عايزين بقى نتعلم نرسم، يعني خطوة دلوقتي نتعلم نرسم. بص عشان تتعلم الرسم يا دكتور انت لازم تفهم بس كونسبت معين كده، الا وهو ايه؟ ان انا قلت لك انت عندك في حاجه، عندنا صيغتين اتنين، صيغه بنائيه. تمام. هو في صيغ تانية كتير بس يعني ايه، خلينا واحدة واحدة بس. وصيغة جزيئية. الصيغة الجزيئية ولازم ان انا اكتب لك، يعني مثلا اقول لك ايه سي 5 اتش كام؟ اتش 12. عايز حد ممتاز يقول لي اسم ده ايه؟ ها اسم ده يا دكتور ممتاز بنتان. طب تعالى نرسم البنتان بقى. فانت بترسمه حاجة اسمها الصيغة البنائية. انا هوضح لك الصيغ واحدة واحدة كده ونعملها رسالة. فسي 5 اول حاجة تعملها افرد الكربونات اهو 5. خدت بالك؟ بعد كده هي دلوقتي انا لما اجي ابص عينيك تبص على الصيغه، يعني ايه ده يا باشا؟ الكان. تمام. انا اللي يهمني الالكان، عشان لو لقيتني قلت امثله على الالكين عادي دي زياده مني عشان بحب ان انا اطورك. لكن انا اهم حاجه عندي الالكان. فانا لما الاقي الصيغه انه ضرب في اتنين وزود اتنين، فبقى كده اعرف ان المركب اللي عندي كله رابط سيجما. يبقى المركب اللي عندي عامل كده. حلو الكلام، حلو الكلام. يبقى هو ده رسمته. طبعا تملى كل ده باتشات بقى، فانت عشان ما تقعدش تقول لي ايه املاهم، يعني مش فاضيين. انا عايز افهمك. يبقى ايه؟ انت املى بقيه المركب ده اتشات. تمام. بس انا كده رسمته. بص بقى يا دكتوره محترم، الصيغه دي اسمها صيغه بنائيه مفصله. انت رسمته بالتفصيل ووضحت لي فيه نوع وعدد الذرات وطريقه الترابط. نوع الذرات ان انا عندي اتشات وسيهات.
طريقه الترابط ان هم ماسكين مع بعض كده بروابط سيجما صعبه الكسر لانه الكان وانا قلت لك ان الالكان يا دكتور ان الالكان مركب مشبع. طب ليه مركب مشبع يا دكتوره؟ لان في روابط سيجما اللي هي ايه اصلا اللي هي صعبه الكسر. خدت بالك معايا؟ صعبه الكسر، عشان كده بيدفع لي استبدال مش اضافه. ادي اول بوينت. طيب انا بقى هجيب لك انت رسمه ترسمها انت. ها سي 6 اتش كام 14. عينيا تروح للمركب. شوف ده من عيله ايه؟ اول سؤال اساله عيله ايه؟ عيلتك ايه؟ ما انا والله بشرح بطريقه مختلفه انا عارف عن تتابع الكتاب، ولكن هو ده التتابع السليم اللي يخليك فاهم. ده عيلتك ايه؟ عيلتك يا باشا انا ضربت في 2 وزودت 2 اللي هي الصيغه دي سي ان اتش 2 ان زائد 2 يبقى انا عيلتي ايه؟ عيلتي الكان. اذا كل المركب اللي عندي روابط سيجما، اذا ارسم دول كلهم سيجما يبقى 1 2 3 4 5 5 و6. ترسم بقى كل الاتشات. سوري. ترسم هنا ايه؟ كل الاتشات وهكذا بقى. خلاص كده. اتاكد ان كل سي اولاد رباعيه. لو بصيت على كل سي في اللي انا راسمهم اللي هو اصلا راسمهم بشكل لا واعي هتلاقيهم اصلا ايه كلهم مظبوطين يعني. خلاص ماشي. دول بقى شويه مركبات هترسمهم انت لوحدك. خلاص ارسم لي بقى سي 7 اتش كام؟ اتش انت قول لي اتش كام بضرب في 2 يبقى اتش 16. سي 8 ها اتش 18. خلاص وترسم انت بقى ده لوحدك. انا مش هرسمهم انا، دول هسيبهم لك اتش 20 وسي 10 اتش 22. هرسم انا اول اتنين بس. انا بحب ارسم مستعجلين يا عم وبسيب لك انا الصعبين. انا حر. هنا بقى السيهات 7 سيهات اهو. خدت بالك؟ وبعد كده خلاص بقى حط بقى ايه؟ املى لكل واحده الروابط بتاعتها. ماشي سهله خالص والله ما فيهاش اي مشكله. مش صعب ان انت تعمل كده. انت كده بترسم لي حاجه اسمها صيغه بنائيه مفصله، ودي اسمها صيغه جزائيه. الموضوع بسيط خالص. تمام. ارسم لي مثلا ده. حط يا باشا الثمان كربونات. دول كام كده؟ 4 و4 لا دول 1 2 3 4 5 6 7 ناقص واحده اهي. وايه ووزع يا باشا الايه الاتشات بتاعتك. الموضوع سهل. عايزك بقى تعمل كده في الايه في الاثنين اللي انا سبتهم دول. خلاص ارسمهم لي بقى. اعمل لي ده بنفس الطريقه وده بنفس الطريقه. اظن ان شاء الله يبقوا سهلين. حد بقى ممتاز يقول لي سي 7 اسمها ها هبتان. ده انا مش هسيبك غير لما تحفظه. طب السي 8 ها اوكتان. طب السي 9 ها نونان. طيب السي 10 ها ديكان. مش هحل لك غير لما تحفظ الحاجات دي. ماشي ماشي. يبقى انا ايه اول خطوه عندي ان انا اعلمك ترسم كل مركب بالايه بالصيغه بتاعته يا دكتور. تمام. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. بص بقى يا دكتور احنا عندنا شويه حاجات مهمه كده لازم ان انت تعرفها وتدركها. تعرفها وايه وتدركها. بص يا دكتور انا عندي عيله. احنا قلنا عندنا عيله اسمها ايه؟ الكان. خلاص. بص بقى دي هزود عليك حاجه. لكل الكان حاجه اسمها الكايل. حاجه اسمها ايه؟ الكايل. الالكان ده مركب. الالكايل حته يعني حته من الالكان كده. عارف انت بقول لك الحته بتاعته. بص بقى لو انا عندي الكان مثلا بقول لك عندي المركب ده اللي هو استنى اسمع CH4. ده اسمه ايه؟ اسمه ميثان. لكل الكان الكايل اذا الميثان يبقى اسمه ميثايل. طب انت بقى ايه بقى الالكايل بتاع الالكايل ده بترمز له بالرمز ار. هتلاقيه كده مكتوب ار يا دكتور. طيب بص بقى اللهم صل على سيدنا محمد. طب ايه الالكايل او الميثايل ده رمزه ايه؟ يعني لو الميثان سي اتش 4 الميثايل ده رمزه شيل منه اتش بس يبقى الميثان ليه ميثايل اللي هي اسمها سي اتش 3. صعبه دي؟ اظن سهله. طب الالكان كان قانونه سي ان اتش 2 ان زائد 2 صح؟ حلو. طب ايه الفرق ما بين ده وده؟ ان انا شلت اتشايه صح؟ يبقى بدل ما دي زائد 2 تبقى زائد ها 1. يبقى دي سي ان اتش 2 ان زائد كام؟ زائد 1. يبقى اذا لكل الكان الكايل. يعني مثلا عندي سي 2 يا باشا اتش 6 هقول لي اسمه ايه؟ اسمه ايثان صح كده؟ طيب لو شلت منها اتش هيديني ايه؟ الالكايل بتاعه. فبدل ما هو ايثان يبقى اسمه ها ايثايل. يبقى اسمه سي 2 اتش 5 ويبقى اسمه ايثايل. اظن سهله والله. سي 3 اتش 8 مثلا ده اسمه ايه؟ بروبان. ها عايز اجيب منه الالكايل اشيل منه ايه؟ اشيل منه اتش. ممتاز. يبقى سي 3 اتش كام؟ اتش 7 ويبقى اسمه ميثايل سوري يبقى اسمه اسمه ايه؟ بروبايل بقى. ماشي معنى خلاص ماشي. ماشي اظن انا شلت منه اتش فطبيعي احط رابطه لانه هيشبك. طب انا عايز افهمك الكونسبت احنا ليه بنعمل كده او ده معناه ايه. بص يا دكتوره محترم الفكره في ايه؟ ان مثلا ميثان السي اتش 4 كده. خدت بالك معايا؟ السي اتش 4 دي رسمتها. فهو مركب مشبع مليان اتشات واخد حقه. حلو. افرض انت عايز ترسمه يعني ايه؟ يعني مثلا عايز ارسمه في مركب ما انا طبيعي هقول سي اتش 3 اللي هي بقى ايه؟ ده ميثان. خدت بالك؟ فلما ارسمه في مركب يبقى اسمه عشان يبقى طرف ميثايل عشان يبقى طرف. فبالتالي هحط له رابطه هنا. فكان لازم ان نشيل من ده اتشايل. فيبقى سي اتش 3 مثلا سي اتش 2 مثلا سي اتش 2 سي اتش 3. حلو. يبقى هنا دي اسمها ايه؟ ها اسمها ميثايل.
دي اسمها ايه؟ اسمها ميثايل. دول ليهم اسامي هقول لك اسمهم دلوقتي اهو. اسمها دي اسمها يا اولاد ميثيلين. لما تلاقي المجموعه دي اسمها ميثيلين، ميثيلين جروب. طب ودي اسمها إيه؟ ميثيلين. صعبه؟ سهله جدا ما فيهاش حاجه. طيب بص بقى، تعالى نرسم المركب ده. بص يا دكتور، السي 4 اتش، السي 4 مثلا اتش كام؟ اتش 10. ارسمه اول حاجه، ارسم افرد استيهاد، اتاكد انه من عيله ايه الاول. انا كده رسمت خمسه. من عيله ايه؟ ضربت في 2 زودت 2، اذا ده من عيله الالكان اللي القانون بتاعه سي ان اتش 2 ان زائد 2. لازم ادربك ونرسم الايه، الرابط السيجما بتاعه. طب تعالى نشوف هو ليه دي اسمها يا اولاد ايه. قلنا دي اسمها صيغه ايه؟ ها، اللي هنا دي اسمها صيغه جزيئيه. حلو، ليه؟ لان مجمع الذرات. طب دي اسمها ايه؟ دي اسمها صيغه ها بنائيه، وانا كده عاملها حاجه اسمها مفصله، يعني انا فكيتها خالص خالص. طب دي بقى ممكن تترسم بطريقه تانية. بص، مش دي اصلا سي اتش 3 اهي؟ طب ما انا ممكن اعملها كده سي اتش 3 رابطه. دي بقى ايه؟ سي اتش 2. ما دي تشاء وتشاء، يبقى سي اتش 2 اهي. خدت بالك؟ ودي كمان سي اتش 2 صح؟ والطرف دي سي اتش 3. اذا المركب ده اللي هو اسمه بيوتان، ما ده بيوتان. في كام واحده ميثايل؟ لو جاي اقول لك بقول لي في كام واحده ميثايل اللي هي سي اتش 3، هتقول لي كام؟ اداه واحده. اداه الثانيه يبقى في اثنين، يبقى في الحاله دي في اثنين. طب في كام واحده ميثيلين يا دكتور؟ في اثنين برضو. يبقى اللي فيه سي اتش 2 يبقوا كام واحده برضو؟ يبقوا اثنين برضو ميثيلين. في مشكله؟ ان شاء الله تكون بسيطه عليك وما تبقاش صعبه. طيب ايه الفرق؟ دي اسمها، لو هي دي اسمها صيغه بنائيه مفصله، دي اسمها ايه؟ دي اسمها صيغه بنائيه بس انا عملتها إيه؟ مكثفه. بنائيه مكثفه. طب هل في اكتر؟ بص، مش دي مكرره مرتين، احنا ممكن نعمل باي 2. يعني ايه؟ يعني بس بدل ما هي كده، بص اعمل لي سي اتش 3 بتاعتك وحطها لي سي اتش 2 كده اهو، بس خليها متكرره مرتين باي 2، وحط لي بقى سي اتش 3 اللي بعدها. يبقى دي اسمها صيغه بنائيه اكثر تكثيف. صيغه بنائيه أكتر. هي مش هتفرق معاك الاسم يعني، المهم انت بس تعرفها وخلاص. اكثر تكثيف، انا بحب ان انا ايه، اوضح لك الحاجات دي واقولها لك بس تبقى انت عارفها. لكن هي ايه، آه، مش هتفرق قوي يعني، عشان ما تقعدش تفكر ايه يعني. انا لو مش متلخبط ايه، سهله خالص، فكيتها خالص مفصله. بدات اجمعهم سي اتش 3 سي اتش 2 ما اعرفش ايه كده، تبقى اسمها ايه؟ بنائيه مكثفه. تمام. طب لو انا جمعتها اكتر اكتر يبقى اسمها ايه؟ اكثر تكثيف. تمام، تعالى نتدرب اكتر. ماشي. بص يا دكتور، انا بقى ايه ده الاول تدريب ليك وانا هعمله تدريب. وقف الفيديو وحله لوحده. تدريب. بص، عايزك ترسم لي السي 5 اتش 12، ترسمهولي. دي اسمها ايه الاول؟ سؤال. دي اسمها صيغه ايه؟ دي اسمها صيغه جزيئيه. ارسم لي انت بقى المفصله والمكثفه والاكثر تكتيك. طيب واحده واحده بقى. المفصله هي يا باشا ده 5 كربونات اهو، ما قلناش غيرها. بص يا جدعان، عشان برضه اوفر عليك تip سريع كده، تip سريع كده، ان اي طرف، اي طرف في اي حته، لو كان سي واحده عشان ممكن يبقى كذا سي يعني، كان سي واحده يبقى هو سي اتش 3 اللي هي مجموعه ايه؟ ميثايل. طب والحاجات اللي في النص سي اتش 2 سي اتش 2 سي اتش 2 دي اسمها ميثيلين. دي اسمها ايه؟ مفصله، بنائيه مفصله. طيب احنا عايزين بقى نرسم بنائيه مكثفه. طب حلو خلاص، يبقى الطرف سي اتش 3 اهو. سي اتش 3 ماسكه في ايه؟ كام واحده سي اتش 2؟ ده واحد اثنين ثلاثه، نعملهم بقى. يبقى سي اتش 2 سي اتش 2 كده اهو. بعد كده كمان واحده سي اتش 2 ثلاثه، وبعد كده كمان واحده سي اتش 3. انا علمتك ترسموها. طب احنا ممكن نكثف دي اكتر. ممكن ان انا اعمل بقى ايه؟ سي اتش 3 كده اهو. جمع لي بقى سي اتش 2، مش دول ثلاثه خلاص، حط لي بقى سي اتش 2 باي كام؟ باي 3. بعد كده سي اتش 3. فهمت كده؟ طب السي 5 اسمه بنتان. طب كل دول بنتان برضه. صعبه؟ سهله جدا. طب ممكن بقى يجي يقول لك طب البنتان ده في كام واحده ميثايل؟ قول لي بقى في كام واحده ميثايل، كام واحده سي اتش 3، وكام واحده ميثيلين سي اتش 2. هقول لك يا باشا، الميثايل ده واحد، ده اتنين. طب الميثيلين ثلاثه، يبقى السي اتش 3 ده اتنين، والميثيلين ثلاثه. سهله ان شاء الله ما فيهاش حاجه. ماشي. طيب بص بقى، اللهم صل على سيدنا محمد. عايزين بعد كده نتعلم. الأول بس ناخد كام سؤال وبعد كده إيه ندخل على الستيب بعدها اللي هي هتكون إن شاء الله تسمية. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. الفيديو ده هناخده إيه مرة واحدة كده، وإن شاء الله إن شاء الله ما يكونش فيه أي مشاكل. ولو أنت فاهم وأنت متابع معايا قول لي، ولو أنت في مشكلة برضه عرفني بيها. قول لي يا مستر إيه عندي مشكلة في كذا، أنا هساعدك. بص بقى، ممكن يجيب لك سؤال أنا وضحتها في الفيديو اللي فات بس برضه نقولها عادي مفيش مشكلة. اللهم صل على سيدنا محمد. احنا بيقول لك ايه؟ ممكن يقول لك مثلا الكان، ماشي، عدد ذرات الهيدروجين
الهيدروجين اللي فيه خلاص في كام واحده؟ فيه 42 ذره، يبقى هو كان سي كام بحيث يبقى اتش كام يعني. يا باشا بص، اي سؤال من الافكار دي، اذا كان بقى الكان الكين الكاين وات ايفر، مش هو الكان، اكتب ارزع القانون سي ان يا باشا اتش 2 ان زائد 2. حلو، هو بيسال عن مين؟ الهيدروجين، يبقى اذا يخص في الحته دي، خلاص هتاخد لي الحته دي، يبقى 2 ان زائد 2 بيساوي ال 42. معادله تطرح منها الاثنين يبقى ال 40 بتساوي 2 ان، يبقى ال ان بتاعتنا ب 20، يبقى المركب ده كان سي 20 اتش، ما انا هضرب في 2 وازود 2 يبقى 42، يبقى انا كده جبت السيهات صح والاتشات صح. عليا نعمه سهله، عليا نعمه سهله ما فيهاش حاجه. طيب غيرها ما انا مش هحل لك اسئله، انا مش هحل لك ايه اسئله وامثله. بص بقى دكتور، بيقول لك ايه؟ الكان بيقول لك كتلته كام؟ 86 جرام لكل مول. انت طبعا مش هتعرف تقراها، تيجي تقول لي انت خطك يا ابني، انا بكتب بسرعه يا ابني عشان اديكوا امثله كتير، وقت الفيديو ما يبقاش برضه كتير، خدت بالك؟ طيب الكان كتلته كذا، ايه هو؟ يجي يقول لك ايه هو بقى الالكان ده؟ ممكن يقول لك الالكين برضه، ما تبقاش بصمجي، افهم. طيب قال لك الكان، خلاص يبقى سي ان اتش 2، اكتب القانون، ارزع القانون، ارزع القانون، اكتب بيساوي كذا، خلاص 86 كتله يساوي كتله. تلاقي بقى مديك في جنب كده سي ب 12 ويديك في جنب الاتش بواحد، تعمل انت ايه بقى؟ تروح تجيب ايه؟ قلم احمر كده وتعمل ايه؟ بص يا باشا، مش دي كتل، اذا عوض عن السي بكتلتها، لو عدد هتعوض عن السي دي بان بواحد، فاهمك دلوقتي؟ فاهمك قصدي؟ بص، فالسي دي 12 دلوقتي، يبقى 12 ان زائد الاتش بكام؟ بواحد في 2 ان، يبقى خلاص 2 ان زائد الاثنين بيساوي الرقم اللي بيقول عليه 86، اطرح منها الاثنين يبقى ال 84 بتساوي كام؟ ال 14 ان، تروح تجيب منها الان تطلع معاك بكام؟ هتطلع تقريبا ب 6. خلاص يبقى الان ب 6، يبقى المركب ده اصلا سي 6 اتش كام؟ 14، اضرب في 2 زود 2. بص بقى هنعمل احنا مساله بقى من دي، مساله جديده بقى. بص 6 و14 كام؟ 20. ممكن بقى يقول لك الكان عدد ذراته 22، قول لي ايه هو الالكان يا باشا؟ اعمل ايه؟ مش ده عدد؟ حلو، الكان ارزع قانون الالكان، هو سي ان اتش 2 ان زائد 2. طب عدد، خلاص يبقى الان زائد الاثنين، ان زائد الاثنين بيساوي الرقم 20، اطرح منها 2 يبقى ال 18 بيساوي ال 3 ان، تطلع الان معاك بكام؟ ب 6. وصلنا لنفس النتيجه. قال لك الكين هتعوض عن قانون الالكين، ونفس الطريقه بالظبط. فيها مشكله؟ ان شاء الله ما يكونش فيها مشكله. بص بقى يا دكتور محترم، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. بص، احنا عندنا، احنا قلنا ايه؟ احنا بندرس دلوقتي الالكان. الكان اللي هو قانونه يا ولاد سي ان اتش 2 ان زائد 2. طب يعني ايه كلمة الكان بالنسبة ليك؟ بالنسبة ليك ان هو مركب مشبع، غنيها لك مشبع كده. يعني ايه مشبع؟ يعني كله روابط سيجما، يعني صعبة الكسر. حلو، طب اول الكان عندنا ابسط واحد، ابسط الكان هيبقى مين؟ اول واحد خالص سي اتش 4، اللي هو اسمه ايه؟ اسمه ميثان، كربونه واحده. طب لو 2 سي 2 اتش 6 صح؟ طب حلو قوي. طب لو هو سي 2 اتش 6 يا اولاد يترسم ازاي ده؟ كربونتين اهو، ما فهمتك بقى نرسم ازاي، ما أنا عشان كده وضحتها لك، سي اتش 3 سي اتش 3. يبقى اجي اسالك في كام ميثايل؟ تقول لي 2، سهله اهو. طب اسمه ايه؟ مش ده كربونتين؟ يبقى اسمه ايثان، مفيهاش حاجه. طب بص بقى سي 3 مثلا اتش 8، طيب ده مين ده؟ ده بروبان ده. طب ارسمه ازاي؟ اهي يبقى ايه؟ 3 كربونات اهو، ودي اسمها صيغه بنائيه ايه؟ هقول انت مفصله جدع، يبقى سي اتش 3، ها اللي بعدها سي اتش 2، واللي بعدها ايه؟ سي اتش 3، واسمه ايه؟ اسمه بروبان. طيب اللي بعدها نكمل، نكمل على هذه الوتيره لحد ما تحفظهم. اهم حاجه عندي اول 5 6 كده. بعد كده 4 ايه اتش 10، نحط ال4 كربونات ارجعهم جنب بعض، خدت بالك؟ هدول واحد، وايه؟ واحط الروابط يا دكتور. خلاص اهو، يبقى انا اجي ارسمه، يبقى سي اتش 3 هي، يبقى بعدها سي اتش 2، بعدها كمان سي اتش 2. ابراهيم حط الموبايل ده يشحن بعد. ابراهيم، ولا اقول لك استنى عشان احتاج خليك. طيب بص، يبقى ده اللهم صل على سيدنا محمد. ده كده في ميثايلين وميثايلين، في لو جه سألك يعني في 2 سي اتش 3 وفي كام واحدة ميثيلين؟ في 2 سي اتش 2 اللي هي الميثيلين. طب ده اسمه ايه؟ 1 2 3 4 4، يبقى اسمه بيوتي، يبقى اسمه بيوتان طالما الكان. طب لو الكين يبقى اسمه بيوتين، لو الكاين يبقى اسمه بيوتاين. في 5 اتش كام؟ اتش 12. اجي ارسمه ازاي؟ 1 2 3 4 5 ويكمل الروابط. خلاص، وانت عرفت الميثيلين كام والميثايل كام. هنا واحدة ميثايل، واحدة ميثايل، 2 ميثايل، وفي عندك 3 ميثيلين جروب. خلاص ماشي. عايزين بقى نتعلم ايه؟ نسمي.
كل دي مش تسمية، ده كل ده لعب عيال، كل ده بهزر معاك في الأسئلة كده، إنما لسه ما دعناش في الجد. بص بقى يا دكتور يا جميل، عشان تسمي التسمية يقول لك قواعد التسمية. فكك أنت، الدنيا بسيطة يا جدعان، الدنيا بسيطة والله. بص، أول حاجة دور على أطول سلسلة، أغنيها لك سلسلة. دي أهم حاجة عندنا نعملها. إزاي يعني؟ بص، مثلا واحد اتنين تلاتة، مفيش غيرهم. أطول سلسلة هنا كام كربونة؟ تلاتة، يبقى ده سي تلاتة أصلا، يبقى ده بروبان. أظن سهلة. طب بص بقى، مثلا عملنا دي دي كده. تخيل معانا الاتشات كاملة عشان ما نقعدش نرسم كل شوية نعمل كده بقى. مش سهلة هي. طيب قول لي في ده أطول سلسلة كام واحدة؟ هتغلط دلوقتي، شايفك اللي بتقول أربعة يا بصمجي. غلط، مش أربعة. أطول سلسلة اهي. هنمشي كده مع سلسلة، طالما القلم ما وقفش يبقى يا باشا سلسلة. اتنين أربعة ست كربونات، يبقى اسمه هيكسان. والله يا جدعان الدنيا بسيطة في التسمية دي. بص عملت لك كده كده مثلا كده مثلا كده، دول كام؟ ده اتنين أربعة ستة هيكسان برضه. يا باشا السلسلة مكملة معاك أهي، خلاص مفيش تفرعات هنا. طب تعالى ناخد واحدة بقى لو في تفرع بقى. بص بقى يا دكتورة، لو في تفرع عندنا هنعمل إيه؟ أقسم بالله يا جدعان ماشي معاكم خطوة بخطوة حرفيا عشان ما تحسش إن حد يبقى غلطان. لو أنا بص عملت لك كده مثلا، بص بقى هنا، في الحالة دي يا أولاد أنا ممكن أمشي كده، خدت بالك؟ وده اسمه تفرع. يبقى ده بص بقى، أطول سلسلة كام كربونة؟ تلاتة أهو، يبقى نكتب بروبان. بص يا أولاد، الفكرة في التسمية إن أنت بيبقى عندك زي بيرنت أو أنا بقولها بالإنجليزي لأن أنا اتعلمتها كده، أو أب. خلاص، أو أب كده. أنت الفكرة إن بيبقى أب بروبان مثلا، بتنسب ليه الأطفال بتوعه. يعني مثلا هيبقى هنا في شوية أطفال أو تشايلد، فإحنا بنكتبهم. خلاص. طب يا أيوه، يعني إيه؟ وضح لي قصدك، يعني أنت كده مش فاهمني. بص يعني مثلا ده عشان أكتبه هيبقى سي اتش 3، هنا سي اتش، وهنا سي اتش 3، وهنا سي اتش 3. على فكرة هتلاقي كل سي واخدة حقها ورباعية والدنيا فيها تمام. بص اعمل دايرة على أطول سلسلة وأسهل واحدة ليا دي. خلاص اكتب كام كربونة؟ مش هي تلاتة؟ يبقى نكتب بروبان زي ما أنا كاتب كده. طب مين التفرع اهو؟ ده اسمه بقى طفل تشايلد، اكتبه بقى. طب ده اسمه ايه يا اولاد؟ ستيج 3، لسه كنت قايل لك اسمها ميسايل، ما تنساش يبقى اسمه ميسايل. خلاص. طب انت بقى وضح لي الميسايل ده عند الكربونه رقم كام، فانا ارقم السلسله بقى. يبقى دي واحد، كربونه دي الثانيه، كربونه دي الثالثه، الميسايل ده عند رقم اتنين، يبقى انا اقول اتنين ميسايل بروبان. صعبه كده؟ اظن سهل، ما يبقاش فيها مشكله. تمام. طيب ماشي. احنا بنشد خط على فكرة بعد الرقم والاسم وكل حاجة بنشد خط. مثال تاني نطلع معاك ستيب باي ستيب. بص يا دكتور، لو انا مثلا قلت لك بص، لو انا نكتب كذا مثال ونسميهم كده واحدة واحدة. ماشي، هنكتب مثلا كده عشان اقول لك القواعد واحدة واحدة. هنا سي، تعال نزود هنا واحدة كمان. سي هعمل لك الاول تفرع واحد. لو هنا سي، نكمل كده مثلا هنا سي مثلا، دي مهمة الفكرة دي. ولو انا مثلا خليته لك كده، حط لك هنا سي وهنا سي. تخيل معايا بقى ان هي كلها مشبعه عشان ما اقعدش ارسم. هنا مثلا سي، هنا سي، هنا سي، حطيت لك هنا سي برضه، وهنا سي، هنا اهو سي. مثلا الحاجات اللي مش كده. تمام. كان معايا ان هي كلها اتشات بقى، مش هنقعد كل شويه نعدي. طيب واحده واحدة. اول خطوه يا دكتور، حدد اطول سلسله كربونيه. يعني كل خطوه خطوه اهو. هذا اربعه، يبقى انا اكتب بيوتان. بس كده، حدد اطول سلسله كربونيه. مفيش غير كده شغال بيسجل مفيش مشكلة. دول خمسة، يبقى نكتب بنتان. لو انت شايف سلسلة هتعد أكتر مني كربونات انت الصح. أنا بقول لك لو انت فكرة إن في سلسلة أطول من اللي أنا بجيبهم، يبقى أنا كده تسميتي فيها مشكلة. لازم أهم حاجة أطول حاجة. دي أطول سلسلة برضه بالنسبة لي الأربعة دولت. يبقى برضه بيوتان. أنا كل ده بكتب البيرنت أو الأب. دي أطول سلسلة كام؟ قول ثلاثة اللي هتغلط. مش بصمجة نقعد نعيد. ده تفرع، داير عليه. طب دي أهي، خلاص دول تفرعات داير عليه. سهلة خالص. طب أطول سلسلة هنا كام؟ مش أربعة؟ بيوتان. سهلة خالص.
طب دول كام؟ 2 و4 واحدة 5، يبقى بنتان. اقسم بالله يا جدعان التسمية دي بسيطة، بنتان. الفكرة بقى ان احنا نسمي التفرعات صح او لا. بص التفرع دايما بيحب الرقم القليل، عايزك تكتب كده معلومة. التفرع مش مهم انا بقى مثلا، التفرع بيعشق كده الرقم الاقل، بيعشق الرقم الاقل، اديله رقم قليل. يعني ايه؟ يعني بص لما اجي اسمي السلسله دي يا اولاد، حاجه بص انا ممكن ارقمها كده، اقول على فكره 1 2 3 4 صح. ممكن بقى حد تاني ذكي يقول لي لا، طب ايه رايك بقى الرقم كده 1 2 3 4 ويعكس لي الترقيم، حاجه اقول لك مفيش مشكله، مش ده التفرع؟ في الترقيم الاولاني اللي هو ده خد رقم كام؟ خد رقم 2. طب في الترقيم الثاني خد رقم كام؟ خد رقم 3. مين الصح؟ الرقم القليل يكسب، اذا ده الصح وده الغلط. يبقى الصح بقى ايه؟ ان هو خد رقم 2. طب مش دي اصلا طرفيه هي سي اتش 3 كده كده، يبقى ده اسمه 2 ميثايل، يبقى ده يا ولاد اسمه 2 ميثايل. 2 ميثايل ايه؟ 2 ميثايل بيوتان. حلو حلو. طيب تعال بقى نسمي اللي تحتها. ده صحيح. دي دلوقتي تقلقش تقلقش. ماشي تعال نسمي نرقم. عايز بقى واحد ذكي يقول لي دي واخد التفرع صح، قول لي بقى ان التفرع ده واخد رقم 4. لا لا ما تبقاش كده. لا بص هي مفيش مشكله ان احنا نعمل الاحتمالين على فكره عادي. يعني بص ممكن اعمل فعلا كده 1 2 3 4، بس بص كده التفرع بتاع خد رقم كام؟ 4 ودي 5 صح، فانا سميته بنتان، ده كلام سليم لحد كده. بس ينفع اعدي ده 4 ليه؟ ما انا اعد كده 1 2 اهو، ما 2 من الناحيه دي برضو خدت بالك، فلا يبقى انا اقول 2، يبقى اسمه 2 ميثايل بنتان، يبقى دي اسمها الصح. طب ده برضه سي اتش 3 سي اتش 3، اعد منين يا دكتور؟ هعد كده بقى الصح على طول، يبقى 1 2، يبقى اسمه 2. بس انا عندي 2، يبقى اقول 2 و2 ثنائي ميثايل، يبقى 2 و2 ثنائي ميثايل. ما انت لازم توضح 2 و2 ثنائي ميثايل بيوتان. طيب تعال نشوف ده مثلا. ده يا باشا هاخد رقم كام؟ بص ممكن اقول كده 1 2 3 4 صح. فالتفرعات خدت 2 و3، يبقى انا اقول 2 و3 ثنائي ميثايل اهو، اقول 2 و3 ثنائي ميثايل بيوتان. تمام تمام. طب ممكن تيجي تقول لي لا اعكس بقى يا زكي، هقول اه ماشي انا معاك 1 2 3 4، ما هي هياها 2 و3 برضه، يبقى الاثنين صح، احنا الاثنين صح مفيش مشكله. طب دي مثلا 1 2 3 4 5، ايه ده هم دول 5؟ 3 ما انا مسميه بنتان اهو، ماشي صح 5 بنتان تمام. انا كنت كاتبه كفايه. طيب يبقى بنتان صح. طب التفرع خد رقم كام؟ 3 واسمه ميثايل، يبقى 3 ميثايل بنتان. بس كده الموضوع بسيط والله يا جدعان. طيب تعالى ناخد بقى ايه امثله اكتر كده. انا بحب الامثله دي، ده انا بص يعني هتشبع انت من الامثله. طب بص انا عندي فكره، احنا ممكن نجيب كتاب الوافي واشرح لك منه التدريبات اللي فيه. يبقى كده اهو الثالثه ثانوي بتاعتكم يا اولاد هي دي. شرح لك أهو. ده السنه اللي فاتت بس عادي احنا هنتدرب على التسميه يعني. يبقى انا حاسس ان انا فعلا فهمتكم التسميه صح يعني تمام. انا برضه عايزك تقول لي رايك في الكومنت، فهمتها ما فهمتهاش. تمام توضح لي يعني لو في حاجه انا ما وضحتهاش قولها لي، وانا الفيديو اللي بعدها على طول هتلاقيني ايه بوضحها يعني ان شاء الله. التسميه سؤال ضروري في الامتحان، ولازم كل اي امتحان يعني لازم يجي فيه في الكيمياء العضويه اسئله في التسميه. يعني التسميه مهمه جدا، اصلا الالكانات فيها تسميه، بس هي نفس الكونسبت، فانا عايز افهمك الكونسبت بتاعها كويس في الالكان عشان لما ايه نيجي ناخدها في اي حته ثانيه يبقى انت شاطر يعني ان شاء الله مفيش فيه مشكله. احنا هنسمي على طول بقى، انت المفروض كده خلاص تخش تسمي على طول معايا. بص شايف هنا حتى بيقول لك إيه يا دكتور؟ بيقول لك يا بص عشان برضه ايه يبقى احنا ماشيين مع الكتاب يعني، لو انت حابب ان انت تبص عليه. بص يا دكتور اول حاجه احنا في درس اسمه الالكان. الالكان ليه اسم شائع على فكره اسمه بارافين، الالكين هيبقى ليه برضه اسم تاني اسمه اوليفين، فانت مهم ان انت تعرف الاسم المشهور بيه على فكره. خلاص. فالاسم المعروف بيه الالكان اسمه بارافين، يعني لما يقول لك بارافين اعرف ان ده بيتكلم على الكان يعني مركب مشبع، يعني كله روابط سكر. دي المركبات بتاعت ميتان ايتان بروبان بيوتان بنتان كل الكلام ده لحد الاخر بقى. حلو حلو. اسالك انا بقى دي اسمها ايه؟ ميثايل. دي اسمها ايه؟ ميثايل. دي اسمها ايه؟ ميثيلين. خلاص القانون بتاعها اهو، والان الكربونات. دي اسمها ايه؟ ميثيلين. وضحتها لك اهو تمام. الالكان اخرها ايه؟ الف ونون طبعا. استخداماتها ايه؟ كوقود مواد اوليه وكلام في الفاضي يعني في الاستخدامات دي. شق الالقايل بيترمز له بالرمز اه. يعني ايه القايل بقى؟ القايل معناه ان انا اجيب الكان واشيل منه اتش، يعني مثلا سي اتش 4 ده الكان شيل منها اتش يديك الايه؟ سي اتش 3 اللي هي سي ان اتش 2 زائد 1 زي ما انا وضحت كده. تمام تمام. فكك من دي، هتعرف انت دول قدام واحده واحده. طيب بص بقى احنا عندنا تسميه في منها نوعين.
احنا كنا عاملين نسمي على فكره حاجه اسمها ايوباك. الايوباك دي منظمه بتقول ان بالطرق اللي انا عمال اسمي بيها، اللي هو نحدد ايه اطول سلسله والكلام ده يعني. اما التسميه الشائعه فكك منها دلوقتي، انا هوضحها لك واحنا ماشيين. بس التسميه الايوباك دي المهمه، دي منظمه اللي هي انترناشونال يونيون اوف بيور اند ابلايد كيمستري، اللي هي الايوباك. يقول لك كده، يقول لك في التسميه سمي ايوباك ولا سمي شائع، معظم الاسئله بتبقى ايوباك. طيب الايباك بيقول لك ايه، حدد اطول سلسله. يعني مثلا المركب ده اطول سلسله ايه، واحد اتنين، بص واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته، يبقى انا اكتب ايه، هكسان طالما سته. طب بص بقى التفرع عند كام، ينفع اقول التفرع عند اربعه؟ غلط. ليه؟ خد رقم كبير. ليه؟ امشي انا بقى كده الصح، واحد اتنين اقول دي التالته، يبقى التفرع اللي هو الميثايل ده خدت رقم ثلاثه، يبقى انا الصح اقول ثلاثه ميثايل هكسان. خدت بالك هتلاقيه مسميها تحت خالص ثلاثة. لا فين الهكسان اهو، ثلاثة ميثايل هكسان. طب بص بقى دي، بص دي يعني انا ايه اطول سلسلة اهي الأربعة، يبقى انا اكتب ايه، اكتب على طول بيوتان. خدت بالك؟ والتفرع عند كام، عند الثانية، يبقى 2 ميثايل بيوتان. بس كده والله يا عم بسيطة خالص. ماشي، تعال نشوف ده كده. بص بقى هنا بيقول لك ايه، انا عندي دي التفرعات اهي باينة قوي. خدت بالك التفرعات هنا 2 و3 باينة، هو الراجل بقى هنا مسمي 3 و4 غلط. ليه؟ قول 2 و3 ثنائي ميثايل واسم الاب بنتان. ليه؟ لانهم 5 كربونات. اللي بعدها مثلا بص شايف دي المفروض تبقى 2 و2. طب الراجل عمل ايه غلط؟ الراجل قايل 4 و4، لا المفروض اقول كده دي واحد ودي الثانيه دي الثالثه دي الرابعه دي الخامسه، يبقى اسم البيرنت بنتان. خدت بالك؟ واقول بقى ايه 2 و2 ثنائي ميثايل. انا بيتهيألي وضحت كده، يعني بيتهيألي ان هي عماله توضح لك اكتر. طب هنا اطول سلسله اهي، سوري هكتبها لك اهي. تمام، دول ايه 6 كربونات. خلاص نكتب هكسان تفرعاتك. نشوف بقى، انا لو مشيت كده هقول 3 و4 و4. اكتبها عادي عادي. بص هنا واحد اتنين، هنا بقى ممكن اقول دول 3 ودول 4، فانا لو قلت كده هقول 3 و3 و4 ثلاثي. لما يبقوا 3 بنقول ثلاثي ميثايل هكسان. طب تبدا بقى تشوف مين في التسميه دي ولا التسميه دي ارقام اقل، هتلاقي دي، اذا دي اللي غلط واللي تحت هي اللي صح، فاقول لك ايه 3 و3 و4 هي دي ايه اللي صح. تمام. بص بقى بعد كده هنيجي نسمي حاجه اسمها ايه، هالوجينات، اللي هي الفلور والكلور والبروم واليود والكلام ده كله. انت بتسمي يا اولاد ابجدي. يعني ايه ابجدي؟ بص يعني يعني اي بي سي. ايوه يعني ايه، يعني انت بتسمي اي بي سي يعني ايه برضه. يعني بص الكلور مثلا سي اتش كلورو، جاي من الكلمه دي كلور، سي ال يعني. طب البروم بي، اذا البرومو جاي من البي اللي هي كده اي بي سي اللي هي البي دي، يبقى البروم يجي قبل الكلور. فانا لو بسمي هحط البروم الاول وبعد كده الكلور، ترتيب ابجدي بقى اي بي سي دي اي اف، يعني فلور اف يعني. فبتسمي بالطريقه دي. طب لو هي مش واضحه هنسمي دلوقتي وهتشوف دلوقتي واحده واحده. بص يا دكتور محترم، مثلا الايه المثال ده، آه، المثال ده دول كام واحده، انت عينيك على اوعى تعمل السي ال اوعى تعمل السي ال ضمن السلسله، ده تفرع. والاتشات مش تفرع، الاتشات بتبقى بالنسبه لينا ايه، ضمن المركب. اذا ده تفرع وده تفرع وده تفرع، اي سي ال في المركب او بي ار او اي حاجه من الحاجات دي تفرعات يا اولاد. يبقى هنا هقول ايه، بص هقول واحد واحد واثنين بس ثلاثي كلور، واحد واحد واثنين ثلاثي كلور. افرض بقى حد جه عكس، يعني قال لك ايه، بص دي واحد وقال دي اثنين وقال دي ثلاثه ودي اربعه، هيسمي ازاي؟ هيقول اربعه واربعه، سوري، هيقول بقى من الاول ثلاثه، يبقى ثلاثه واربعه واربعه ثلاثي كلورو. هنبدا نشوف بقى في التسميه ثلاثي كلورو اسم الاب ايه، اربعه يبقى بيوتان. هنبدا نشوف بقى في التسميتين مين ارقام قليل، هي الارقام القليله يبقى دي اللي تكسب. شايف دي الغلط، يبقى معنى ايه انه عمل غلط، انه خد مجموع ارقام التفرعات كبير، انما هنا لا مجموع ارقام التفرعات قليل. فزي ما انا قلت لك العدد القليل الصح. ماشي تعال نكمل. بص هنا مثلا سلسله اهي، خدت بالك دايره على التفرعات اهو، يبقى الصح 2 و2 على طول، 2 و2 ثنائي فلورو، ثنائي فلورو. الفلور بنقول فلورو، الكلور كلورو، يعني بص السي ال اسمها ايه كلورو، الكلور كلورو، البروم برومو. خدت بالك؟ والفلور هنقول ايه، هنقول عليها فلورو. اي بيبقى اسمه ايودو، هي جايه اصلا من الكلمه دي ايودو، اي كده ايودو. خلاص يبقى انت اللي ايه دلوقتي فهمت أكتر. انما هنا الغلط اللي كان ممكن يحصل انه يقول لك ايه واحد واثنين وثلاثه واربعه، يقول اربعه واربعه. الهيدرو ده اعتبر الاتش تفرع لانه عاملها كده. لا طبعا الاتش يا جماعه دايما ضمن السلسله حتى لو مكتوبه بالطريقه دي. تمام، فما تعتبرليش بالله عليك ان الاتش دي تفرع. تمام. طيب بص بقى، فاكر لما انا قلت لك انا عندي سي 2 اتش 6 ده اسمه ايتان؟ خلاص، وانا قلت لك لو انا شلت منه اتشايه هيبقى اسمه ايه، ايسايل سي 2 اتش 5.
ايوه، ما هو عشان يشبك ضمن السلسله. فمثلا في المركب ده شايف دي سي 2، تعالى نحدد اطول سلسله. بص دي 2، انا همشي كده. هو محدد السلسله غلط على فكره. ليه محددها غلط هنا؟ بص هو عملها كده دول 5، لو انا قدرت اطلع اطول منه يبقى هو غلط وانا اللي صح. تعال بقى نشوف كده. بص اهي هنمشي كده بقى المره دي. بص ادي 2 3 4 5 6 7، يبقى المفروض يبقى اسمه هيبتان. اي حاجه يبقى دي تفرع، دي تفرع. اوعى تروح تقول لي الاتشات تفرع. خلاص انا كده وضحت لك التفرع. اذا دي تفرع بالنسبه لي ودي تفرع. شايف الراجل عملها ازاي؟ طب هتيجي تقول لي هم ايه دول؟ ما هو ده يا ابني السي 2 اتش 5 بتتفك كده سي اتش 3 سي اتش 2، والسي اتش 2 دي تشبك في اي حاجه. فالراجل لما جه فكها فك سي اتش 2 سي اتش 3، وبرده فك سي 2 اتش 5 كده سي اتش 2 سي اتش 3. تمام تمام. طب الارقام، هيرقم بقى عادي 1 2 3، يبقى الرقم ده 3 و5. يبقى انا اقول 3 و5 ثنائي ميثايل، ثنائي ميثايل اسم البيرنت هيبتان. بس كده. سي 3 اتش 7. نصبر على اللقطه دي. تعال نجيب اي كتاب حل نحل منه بعض الامور. يا عم افتح اي كتاب، افتح لك ايه اي كتاب. اي كتاب، انت مش فارق معاك. انت طالما فهمت الكونسبت ما تجيش تسالني نحل من كتاب ايه. اي كتاب، اي حاجه. تمام. دي نقطه ما تفرقش معاك. طيب اهو. يا عضويه. آه، ده بتاع الدرس الاول. السين ده برضو كان مهم بالنسبه لي. حته ان انا عايز اقول لك مثلا يعني مثلا ده سي 6 اتش 12. تمام. مش الراجل ضرب في 2 وسكت؟ ده احتمال من 2 لما يبقى سي ان اتش 2. احتمال من 2 يا ولا يا اما الكين، خد بالك، يا اما الكان حلقه. خلاص فهو بيقول لك ايه الكين او الكان حلقه اهي. الصيغه الكيميائيه حلقه مشبع. يبقى انا عايز اشوف الراجل ضارب في 2. اه، حلو السؤال ده. طيب هو المفروض الحلقه المشبع سي ان اتش 2 ال. تمام تمام. طيب فانا ممكن احاول ارسم حلقه. يعني مثلا ده سي 4 وفي او، انا هعتبر ان دي 5. اعملها مثلا كده. نحط هنا مثلا دي وهنا سي 4 اهو. نحط الاو هنا مثلا ونشوف كده السيهات هتتشبع ولا لا. ادي 2 ادي 4 ادي 6 ادي 8. انا عايز سي 4 اتش 8 او 1 دي المشبعه. طب ده كتير اصلا. هرسم الاتشات دي فين؟ خلاص فما ينفعش. يبقى هي دي الصح. طيب ماشي. طيب عشان يبقى مشبع انا رسمته بس مشبع. طيب تعال نشوف كده. دي شويه حاجات على التسميه. بص بقى يا دكتور مختار، عايزك اي سي اتش 3 تشوفها لما تبقى في قوس باي 2. اذا دي يعني السي دي. بص انا هعمل كده من الاخر، احط هنا سي اتش 3 من الاخر كده وهنا سي اتش 3. فالراجل لما جه يكتبها لك كتبها لك ايه؟ قال لك باي 2. تعالى نرسمها في جنب كده. بص ده سؤال جمهور اول كمان 24. هنحط السي اهو. انا بس بوضحه بنفسي عشان اعرف انا ارسمه، فانا بكتبه بطريقه تانية. انت فاهم قصدي؟ والراجل حط لك هنا سي 6 اتش 5. السي 6 اتش 5 دي يا ولاد اسمها مجموعه فينايل حلقه بنزين كده اهو. بص ما انا هقول لك حاجه. حلقه البنزين يا ولاد اللي هي المفروض اصلا سي 6 اتش 6، لما بنشيل منها اتشايه، لو شلت منها اتشايه هتبقى سي 6 اتش 5. اكني بقول لك الكان والكايل. فدي بتبقى رسمتها بقى ايه؟ ما هو بيشيل اتشايه عشان يقدر يشبكها في اي حاجه كده. خدت بالك؟ فبيسميها ايه؟ هو سي 2 اتش سي 6 اتش 5. فبتبقى كده. فبنسميها احنا بقى فينايل. طب هي كتابتها ايه عشان لما تيجي تسمي بالابجدي؟ هو فينايل حرف البي ده. خلاص ماشي. يعني لو في بروم، البروم اولى. ليه؟ لان البروم البي بتاعته كده. فهمت الفرق؟ تمام. يبقى انا رسمت الحته دي. شبكه في ايه بقى؟ في سي اتش 2. السي اتش 2 ضمن السلسله دايما. خلاص. هنا شبكه في سي اتش. اكتب سي اتش. مش سي اتش 3 في كوز باي 2. اذا دي تفرعات يعني سي اتش 3 سي اتش 3. هو جايب سؤال حلو شويه بس ماشي. اطول سلسله كام كربونه يا دكتوره؟ اهي. قول لي اسم البيرنت على طول. كام كربونه دول؟ 1 2 3 4 5. 5 يبقى ها بنتان اهو. طيب بص بقى. يبقى انا قدامي الاجابه دي او الاجابه دي. انهي واحده بقى الصح؟ بص يا دكتوره محترم. الاثنين الراجل قايل على الميثايل 2 و4. حلو. الفينايل بقى ياخد رقم كام؟ احنا عايزين ارقام قليله. يعني ايه؟ بص يا دكتور محترم، تعالى نمشي نعمل الاحتمالين. الاحتمال الصح والاحتمال الغلط عشان تفهم. امشي معاك في كل الاحتمالات. بص ممكن نقول ده 1 2 3. هو على فكره ده الاحتمال الصح. 4 5. هقول لك ليه. عشان انا عايز التفرعات كده ارقام اقل اكتر. يعني ايه؟ بص هنا هيبقى 2 و4. ما انا هبدا بالميثايل. ما هو اي بي سي دي اف جي اتش اي جي كي ال ام ام بعد كده الفينايل. يبقى الميثايل الاول 2 و4 ثنائي ميثايل عشان الميثايل ده تفرع وده تفرع.
فلقيته عند الكربونه الثانيه وعند الكربونه الرابعه، يبقى 2 و4 ثنائي ميثايل. خدت بالك؟ والفينايل عند كام؟ عند 2، فاقول بقى 2 فينايل. اسم البيرنت بنتان، دي التسميه الصح على فكره. طب التسميه الغلط تعال نعملها بقى، ان انا اقول ده 1 وده 2 وده 3 وده 4 وده 5. هنكتب برضو اسم البيرنت، هتلاقيه طلع بنتان، وهتلاقي ان الميثايل جه عند 2 و4. سبحان الله طلع نفس الحاجه، 2 و4 ثنائي ميثايل. بس بص الفينايل بقى، الفينايل كانت معانا رقم 4 اللي هي التسميه اللي هي دي الغلط بقى. اذا دي الصح. حتى لو جمعنا الارقام 2 و4 6 و4 10، يبقى هنا المجموع 10. هنا 2 و4 6 و2 8. اذا دي الصح لان دي ارقامها اقل. تسميه الايوباك للمركب ده، يا ساتر ايه ده. ماشي واحده واحده. والله يا ابني ما يفرق معاك انت، طالما انت فكيت المركب خلاص كده الموضوع منتهي. ماشي، كنا عايزين حاجه اخف شويه يعني نتدرب عليها، بس ماشي وات ايفر. وات ايفر. ده هتلاقيه سهل شويه، ده شكله يعني. ماشي. طيب بص بقى يا دكتور، هنرسم ده بشكل ألذ من كده. شكله مش عاطفي يا جدع، شكله مش عاطفي. هنرسم كده ازاي؟ بص ادي سي اتش 3 دي. ممكن حد يجي يقول لي انت ليه بترسم يا مستر السي اتش 3 كده ومش بترسمها كده؟ اقول لك انا يا ذكي، ما هو بص انا لما ارسمها كده السي فعلا رباعيه، فانا هعملها ماسكه مع الاتشات، فلما تشبك كده تشبك مع السي، يبقى دي الطريقه الصح للتشابك. فانا اعمل اتش 3 سي. انما لما اعمل سي اتش 3 كده يعني قصدك يعني ثلاث اتشات كده، طب السي دي هتشبك ازاي؟ فالمفروض يعني علميا ان دي طريقه احسن في الكتاب، ولكن مفيش مشكله لو هي مكتوبه كده. انت فاهم قصدي؟ انا عايز بس السي دي تشبك في سي، انما لما يكتب لك الاتشات يعني اشبك الاتشات كده فما ينفعش. ليه؟ لان الاتش هتبقى ثنائيه. فانا دايما بحب اكتبها كده، انا متعود عليها كده من ايه، من ايام ما انا كنت في الكليه يعني. خلاص. طيب. بص، كده طول، بس اتمنى ان هو يكون ان شاء الله مكمل وما يبقاش فيه اي عطل يعني واقف. بص بقى هنرسم ده، يبقى انا هرسم سي اتش 3 اهي شبكه في سي اتش 2. سي اتش 2 قلت لك ضمن السلسله دايما سي شبكه في سي اتش 3 اعملها اهي. شبكه فوق في سي اتش، والسي اتش اللي فوق دي يا اولاد شبكه في 2 سي اتش 3. ادا واحده سي اتش 3 وده واحده سي اتش 3. طب اللي تحت دي ها سي اتش شبكه برضه في 2. ادا واحده سي اتش 3 يا دكتور، ادا واحده سي اتش 3. عايزين نحدد اطول سلسله في كل الكلام ده كله. انا شايف ان السلسله الطويله يا اولاد. اه ده حلو السؤال ده، يا اولاد حلو السؤال ده قوي. طب بص بقى، نجرب كده. طب لو احنا قلنا مثلا ان هو كده اطول سلسله، اذا ده تفرع وده تفرع وكل ده تفرع. تخيل معايا ان كل ده تفرع. دي بقى اللي انا ما كنتش قلتها، دي اسمها يا اولاد ايزو بروبايل. دي اسمها ايه؟ ايزو بروبايل. طيب. ماشي. مم، ماشي. طب الميسايلات كده هتاخد ارقام كام؟ هتاخد 2 و3 مثلا، 2 و3 ثنائي ميسايل كده. والايزوبروبايل ياخد رقم 2. لا ما ينفعش. ليه؟ لان انا هبقى مشيت كده. طب ماشي لو رجعنا تاني. طيب احنا عايزينه. طب هل في سلسلة احسن؟ بص يا التسمية بتحب التفرعات الاكتر. يعني لو احنا قلنا ايه لو انا مشيت كده. استنى. بص يا ولاد، يا ابني ايه في إيه؟ ماشي لو التسمية من قواعد التسمية ان هي بتحب التفرعات الكتير. انا همشي كده. بص بقى تفرع، هي دي التسمية الصح. التسمية بتحب التفرعات الاكتر. فانا هكتب بنتان. خلاص. يبقى هو بنتان. تمام. وده تفرع وده تفرع وده تفرع وكل ده تفرع. قول لي انت بقى لما يبقى سي 2 اتش 5 اسمه ايسايل، يبقى الايسايل يجي الاول. طب رقم كام الايسايل؟ رقم 3. يبقى 3 ايسايل اللي هي دي. خلاص هي دي التسميه الصح. طب ده بقى يبقى انا همشي اكيد كده 1 2 3 بحيث يبقى 2 هو عند الميسايل وعندك 3 وعندك في 4، يبقى 2 و3 و4 ثلاثي ميسايل. واكتب ايه؟ الايسايل يجي قبل الميسايل. ليه؟ ترتيب ابجدي. ليه؟ لان الايسايل حرف اي سايل كده. طب الميسايل كده. خلاص. ام اي ميسايل METHYL ميسايل. فطبيعي الايسايل يجي الاول، فاذا دي الاجابه الصح. ماشي. بص بقى السؤال اللي بعده. تسمى ايه بقى؟ بص يا اولاد السي 3 اتش 7 دي الفكره دي لقطه اصلا فيها لقطه ايه؟ ان هي بتتفك بطريقتين. هتلاقي كتاب الوصف كان موضحها هنا اللي انا قلت لك ايه هنفكها. بيقول لك ايه؟ قد تكون بروبايل اللي هي مفكه سلسله مستقيمه اللي انت متعود عليها بتفكها سي اتش 2 سي اتش 3، او تتفك كده سي اتش كده اهو، وفي نو سي اتش 3 كده اهو، وفي نو سي اتش 3. هيها برضه لو انت جمعت هتلاقي 1 2 3 سي 3 اتش 7. اذا هي بيحتمل ان هي تكون الحاجتين.
يعني ايه؟ يعني دلوقتي الراجل لو كاتب لي سي 3 اتش 7 فانا ممكن افردها زي ما هو فاردها كده واكتب سي اتش 2 اكتب دي عندك عشان مهمه سي اتش 2 سي اتش 3. فلما اجي هنا اقول السلسله هتبقى 5 وهنا 2 ميثايل بنتان، خدت بالك؟ او ممكن تتفك ايزو يعني سي اتش وهنا سي اتش 3 وهنا سي اتش 3 هي نفس الرسمه دي بس هو جايب لك سي اتش 3 هنا جنبها عادي صح. فهنا 4 بيوتان اهو وايه و2 و2 ثنائي 2 و3 ثنائي ميثايل. فالاسم فرق برضه هنا نفس الفكره. طيب تيجي تقول لي انت ايش عرفك بقى انهي واحد؟ انا هجرب الاثنين يا دكتور واللي في الاجابات هختار، لكن انا ما اعرفش انهي واحده بالتحديد فيهم في الرسمه ليه؟ لانها مبهمه. يبقى انا هرسم مره سي 3 اتش 7 كده سي اتش 3 سي اتش 2 سي اتش 2 مره، والمره الثانيه اعملها كده سي اتش سي اتش 3 سي اتش 3. التسميه الصح هنختار سهل خالص اهو. يبقى نرسمه بالطريقه دي. تعال نفترض ان هو مستقيم يبقى سي اتش 2 سي اتش 2 سي اتش 3 ده الاختيار الاسهل. كده اطول سلسله كام؟ اطول سلسله اهي دي كلها. يبقى دي كام يا اولاد؟ 3 و3 6 يبقى اسمه هكسان. هنشوف التسميه دي صح ولا لا. هعمل ايه؟ الميثايل ده واخد رقم 2 والبروم واخد رقم 3 بس مين اللي يجي الاول؟ البروم لان ده ترتيب ابجدي. يبقى انا قلت 3 برومو يبقى انا محتاج الاسم يبقى كده. يبقى 3 برومو مش 4 برومو بقى. يبقى 3 برومو وعندي الميثايل 2 ميثايل هكسان هل موجوده؟ 3 بروم و2 ميثايل هكسان مش موجوده. اذا السي 3 ما كانتش اتفكت كده. خلاص يبقى انا مش هختار الاختيار ده لانه مش موجود. بس في كتب عادي بتجيبه. خلاص اذا ده اتفك بالايه؟ بحته الايزو يا اولاد. ان شاء الله هتلاقيه بنتان اصلا. فاهم ونشوف كده. طيب بص بقى هنفك كده ايزو اللي هو اي سي اتش كده سهله خالص وهنا سي اتش 3 وهنا سي اتش 3. طب السلسله كده كام؟ هتلاقيها 5. ايه هي الفكره ان هما دي بتقل كربون عن دي يبقى ايه؟ 3 و2 5 صح يبقى بنتان. يبقى اكتب اسم البيرنت بنتان. ما تقوليش ان التسميه دي غلط التسميه دي صح بس هي مش موجوده في الاختيارات بس. بنتان. طب هنا تفرع ميثايل وتفرع ميثايل والبروم تفرع. تمام تمام. مين اللي يجي الاول؟ بروم. ادي البروم رقم كام من الناحيتين؟ اذا كنت مشيت كده او مشيت كده ياخد رقم 3. اذا الفكره في الميثايل. برضه على فكره هي لو انا يعني لو انا مثلا قلت 1 2 3 4 5 ما الميثايل كده ياخد رقم كام؟ 2 و4 ثنائي ميثايل. طب البروم خد رقم كام معايا؟ 3 يبقى 3 برومو 3 برومو و2 و4 ثنائي ميثايل بنتان. هل دي موجوده؟ 3 برومو 2 و4 ثنائي ميثايل اهي. طب لو كنا عكسنا يعني لو كنا عكسنا هيبقى ايه؟ ده واخد رقم 2 والميثايلات دي واخد رقم 4 هيبقى 2 ما هي 2 و4 ثنائي ميثايل فمش فارقه. بص هنا برضو سؤال مرهق هنفك دي بالمرتين ونشوف انهي واحده هتبقى صح. آه... طيب ولا ايه؟ تعال نحل كده السؤال ده برضه عادي عادي. هو هيدينا احتمالات كتير هنقعد نفك. طيب ماشي واحده واحده. انا قلت لك ايه هي عشان بس تركية مهمه في التسميه سي 3 دي اصلا وكتاب التفوق بيجيبها كتير عشان بيبقى عارف ان انت مش بتفك ايزو. ايزو بروبايل دي يا اولاد اللي هي الفكه دي اسمها ايزو بروبايل. ده اسمه ايزو بروبايل انما ده اسمه بروبايل عادي. يبقى ده بروبايل عادي انما دي اسمها ايه؟ ايزو بروبايل. طيب بص هنا اول احتمال عندك ان انت تفكه مستقيم كده تكمل سي اتش 2 سي اتش 2 سي اتش 3 اهي. وتفك دي بنفس الطريقه سي اتش 2 سي اتش 2 سي اتش 3. انا فردته بروبايل عادي مستقيم سمي بقى 3 4 5 6 7 8 اوكتان. وعندك تفرع او تفرع عند رقم كام؟ عند رقم 1 2 3 4 عند رقم 4 و5 4 و5 ثنائي ميثايل اوكتان موجود. اذا دي صحيحه. اقول لك كله صح ما عدا هنفك بقى بطريقه تانية. بص هنعمل لقطه حلوه قوي. هنسيب اللي فوق زي ما هي بروبايل ونفك اللي تحت ايزو ونسمي برضه. ده الاسم طلع مختلف في الاختيارات. يعني نعمل ايه يعني؟ ايوه بص يعني تعمل ده سي اتش تحط كده سي اتش 3 وتفرع جنبها سي اتش 3. الموضوع بسيط بسيط خالص. يعني تسمي بقى 1 2 3 4 5 6 7 يبقى هتان. ده موجود انا متاكد هتان اهو. نكتب برضه عشان نسمي هتان. تفرعاتها كام وكام يا دكتوره؟ 1 2 3 يبقى عند 2 و3 و4 2 و3 و4 او 2 و3 و4 ثلاثي ميثايل هبتان. ليه؟ لانهم 3. فاهم كده قصدي؟ ما هو بص الكربونات انا هعد كده ما هتيجي تقول لي عد من فوق يا ابني ارقام كبيره. بص هيبقى 1 2 3 4 هيبقى دي تاخد رقم 4 ما كتير. تمام ودي 5 ودي 6 ارقام كبيره فغلط مش هينفع. فلازم ان انا اقول ايه؟ لا 2 و3 وسي اتش 3 دي عند الرابعه فدي تمشي. تمام ماشي. يبقى الهبتان ده سليم. ممكن ما افك اللي فوق ايزو. دي بقى اللي هي الحل الاخير. دي يا ولاد تبقى ايزو. هي دي.
اللي تحت أيزو. عايزك أنت بقى تسميها لوحدك، تعملها لوحدك، كل حاجة أنا كده، اتعب معاها شوية. بسم الله. عارف أكتر حاجة ممكن تجرحني؟ إن البتاع دوت يبقى مش بيسجل. يا لهوي يا جدعان، إيه؟ لأن المحاضرة حاسس إن أنا حطيت فيها مجهود حلو والله. إن شاء الله تكونوا فاهمين. يعني ده أيزو بقى، الفك اللي تحت أيزو. وأسمي برضه أطول سلسلة، ونبدأ نسمي ودايرة على التفرعات. دايرة ليه الدايرة دي يا أولاد؟ الدايرة دي توضح لك أنت يا عم أي قلم فيه. دايرة، دايرة، ودي برضه دايرة. إيه دايرة ده؟ في شوية، في واحد اتنين تلاتة أربعة، أربعة. طب بص بقى نسمي منين؟ تعال نشوف. بص إيه رأيك نمشي كده؟ واحد، أنا بجرب والله. اتنين تلاتة، كده ماشية معانا كده، خد بالك. يبقى دي الرابعة، يبقى دي الخامسة. يبقى أنا هقول اتنين وتلاتة وأربعة وخمسة. شايف أهي طلعت أهي. مش تبقى أربعة من تلاتة يساوي دي؟ صحيح أكيد ما عدا دي. ده سؤال مرهق شوية بس عادي عادي. بص، أول حاجة في الأيوباك شخبط عليها كده. لو ما ينفعش نقول أيوباك ونقول على ده أيزو، غلط. الأيزو دي مش كلمة أيوباك أصلا، فالاختيار ده غلط. هو أكيد ليه تسمية تانية. بص إحنا ممكن نمشي تسمية بتحب التفرعات الأكتر، ويكون إن إحنا خدنا أطول عدد من السلاسل من الكربونات. أهي هنمشي كده على فكرة، وده تفرع وده تفرع وده تفرع. ده أحسن طريق. ممكن حد فيكم يقول لي بص امشي كده، وخد اللي فوق تفرع واللي تحت تفرع. تفرعين اتنين قليل، أنا قدرت أجيب أكتر منك، يبقى ده الصح. يبقى بس أنا إيه، عشان أسمي في دي، فالإيسايل ده هاخده الأول بقى. فأنا أقول واحد اتنين تلاتة، يبقى هو ياخد رقم تلاتة إيسايل. استنى، تلاتة إيه إيسايل، خدت بالك؟ ودي اتنين ودي أربعة بقى، عشان يبقى إيه، واحد اتنين تلاتة أربعة. فيبقى اتنين وأربعة ثلاثي ميثايل. ثلاثي ثنائي بقى، مش ثلاثي لأنهم اتنين. ثنائي ميثايل. واسم الأب بقى مش هما كام؟ واحد اتنين تلاتة أربعة. واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة. خمسة، يبقى بنتها. طب ما موجودة أهي، تلاتة إيثايل واتنين وأربعة ثنائي ميثايل، بنتها أهي. بس إن شاء الله تكون التسمية وضحت، وما يبقاش فيها مشكلة مع حد، ونكتفي بهذا القدر. وإن شاء الله المرة الجاية هتدرب مع